خلف عبد الكريم حسن، خلفان الامام تلعب وكرة تصل في الجهة اليمنى والسقوط ياتي وبيدرو خطأ اذا يذهب لصالح بطاقة حمراء. نعم بيدرو يتلقى الانذار الثاني ويطرد. هو اصلا ما كان بيشارك في المباراة القادمة، لكن بالبطاقة الحمراء له مشارك في المباراة القادمة ولا اللي بعدها. احتكاك مع خليفة الدوسري، ثاني انذار. لكن لو نلاحظ ان خليفة العماري حارس المرمى، يعني شوف هنا التصدي فقد الكرة وفي تدخل كان موجود بالخسارة. شاهد عبد الكريم مع ناصر الكعبي، تدخل اذن، وكانت فيه رفسة احنا شاهدناها من عبد الكريم حسن. يعني تضييع الوقت هذا ثالث مرة الآن، واشتباك ولعت وصار الضرب، صارت بيضرب ناصر الكعبي وحارس المرمى سعد الشيب يتدخل. للأسف من جديد تحدث مثل هذه الكرات والحكم الساحة يتفرج، أو مش حكم الساحة، الحكم المساعد مسك الراية ويطالع. الضرب مستمر ومحاولة فك الاشتباك. بنجاح وناصر الكعبي من يوم دخل وهو يتعامل بعنف، يحاول يسوي مشاكل. مع الأسف تتكرر هذه الأمور، تكررت قبل ذلك في لقاء الوكرة والإخوية، وتعود اليوم في الشحانية مع السد. مع الأسف يعني بتنا نشاهد مثل هذه الأمور في كل جولة في الدوري القطري مع الأسف. شاهد ناصر الكعبي، هنا الأولى، هنا الدفعة، هنا الثانية، هنا الثالثة. هو من يوم دخل ناصر الكعبي وناوي الشر للأمانة، من يوم ما دخل أكثر من احتكاك حدث بالنسبة للاعب، يعني كم في وقت قصير. شاهد إبراهيم وحسن هيدوس، تشاور الحكام والحكم الرابع الرحمن الجاسم تحدث. روحوا شوف الحكم يدفع اللاعب دفع. هل راح ينطرد ناصر الكعبي؟ تشافي، والله شوف تشافي يسمع. ومهند عدنان درجال في الحديث، نبيل أنور وتشافي. أتوقع في بطاقات حمراء، أتوقع ذلك. خلص الوقت بدل الضايع وفي البطاقة حمراء. ولمن بتكون؟ يطلب إبراهيم ماجد وناصر الكعبي. ناصر الكعبي تفضل، البطاقة الحمراء مطرود، وإبراهيم ماجد الإنذار بيعطي الأحمر. يعني شوف في البداية الحكم أحمد السيد كان بيوجه للأصفر، عبد الرحمن الجاسم قال له لا الأحمر، ووجه له البطاقة الحمراء. 3 بطاقات حمراء في هذه المباراة. واحتك عصب إبراهيم ماجد مع عبد الرحمن الجاسم. طلع الخردة، طلع الفلوس. مع الأسف يعني حتى الجمهور دخل في هذا الصراع. الدقيقة 97 هذه كلها إلا في النهاية إلا كورة، الكورة شوف ماذا فعلت. إبراهيم ماجد إلى الآن يتحدث مع عبد الرحمن الجاسم الحكم الرابع، وبغداد بنجاح انطرد. كم 3 من السد الآن انطردوا، إبراهيم وبيدرو والآن بغداد. ب9 لاعبين، ب8 لاعبين، ب8 لاعبين السد بيكمل المباراة. بغداد مو براضي وعبر. هذه ما ادري عاد كم عليها القرارات اللي بتجي من ناحية. شاهد الحكم، شوف لا مش اللقطة هذه،
يعني بتحصل غرامات على اللاعبين وعلى الأندية يعني والله مع الأسف أمر محزن. بغداد ما يبي يطلع. الدقيقة 98 فييرا يقول له اطلع خلاص. ب10 لاعبين الشحانية. المباراة انطرد فيها 4 لاعبين، 3 من السد وواحد من الشحانية. دقيقة 98 مأساة في هذه المباراة. بغداد وين بيروح؟ بغداد يغادر وخطأ لصالح الشحانية. مباراة غريبة وسيئة، سيئة جدا بما حدث في النهاية. وصلنا دقيقة 99 حكم